السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وآمن وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وخفيفة وحلوة جدا جدا، والأولاد بيحبوا الوصفة دي قوي. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الإندومي بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير كلها من البيت إن شاء الله. بس حاجة حلوة والأولاد بيفرحوا بيها. ابعديهم بقى عن الإندومي بتاع برّه، لإنه بصراحة وِحِش جدًا، جدًا وبيعمل أمراض وِحشة للأطفال، و وما تعمليهوش الصراحة. اعملي لهم الإندومي ده جرّبيه وهيعجبكم أوي. تمام كده، يالّا نشوف عملنا الجمال ده إزاي. أول حاجة باجيب عندي حلة على النار وباضيف فيها معلقة واحدة بس من الزيت، ما تكتريش من الزيت، هي معلقة بس. بعد كده بانزل عليها بالتوابل، مجرد إن أنا أطلّع الروايح بتاعة التوابل أو الرطوبة من التوابل، ما باحمّرهاش عشان ما تتحرقش. عندي هنا نُص معلقة كمون، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة فلفل أسود، وكمان معلقة من بهارات الفراخ. أنا هنا مستعملة المعلقة الصغيرة يا بنات بتاعة الشاي. تمام كده، بادّيها تقليبة خفيفة كده. أنا طبعًا هنا ضِفت معلقة توم بودرة ومعلقة بصل بودرة، بس الكاميرا كانت فصلت. وباضيف كمان مكعبين من مرقة الدجاج بالشكل ده كده. بعد كده بانزل عليها ب2 لتر من المَيّة. أنا هنا هاعمل 350 جرام من المكرونة الاسباجيتي. تمام كده، اللي هو كيس المكرونة اللي هو الجواهر ده، أبسط مكرونة وأرخص مكرونة، لو إن ما عادش حاجة يعني بسيطة اليومين دول ولا رخيصة. تمام كده، كيس المكرونة بقى ب8 جنيه، ربنا يرحمنا يا رب. بعد كده المكرونة غلت بالشكل ده كده. نزلت المرقة غلت، نزلت عليها بالمكرونة، بادّيها تقليبة كده وباسيبها تستوي بقى لمدة 8 دقايق أو على حسب اللي مكتوب على الكيس عندِك. تمام كده، بتسوّيها وبعد كده بتطفي عنها النار وبتغرفيها بقى في الأطباق. كيس المكرونة ده عمل لي قد إيه، عمل لي اللهم صل على النبي، عمل لي الطبق الكبير ده، وعمل لي كمان 4 أطباق من الأطباق الصغيرة. تمام كده. كمية حلوة جدًا، وكمية يعني موفّرة إلى حدٍ ما. بجد طعمها حلو جدًا، والأولاد فرحوا بيها، وما كانوش مصدقين إن هي مكرونة سباجيتي، كانوا مفكرين اللي هي الإندومي اللي أنا باجيبه من برّه. تمام كده، يا رب الوصفة النهارده تكون عجبتكم. وصفة لذيذة وخفيفة وحلوة جدًا، ويعني الأولاد بصراحة بيحبوا الوصفة دي أوي، مش عارفة ليه. غرفتها بالشكل ده كده في الأطباق، بانزل عليها بقى بالمرقة بتاعتها بالشكل ده كده. جرّبيها وهتعجبكِ أوي. لو هتعملي نُص كيس تجرّبي الوصفة فيه، بس الوصفة بصراحة متجرّبة وحلوة جدًا، جدًا. يالّا يا حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. وشيّروا الفيديو، لإن بصراحة مش عارفة أنتم ما بتعملوش لايك للفيديو ليه، هي فيديوهاتي مش بتعجبكم والّا إيه؟ شايفين بقى الجمال؟ أسيبكم على خير وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.